السلام عليكم أصدقائي صديقاتي في وصفة جديدة، وهي وصفة الحلوى ديال الفرماج. غادي نديرها بالطريقة اللي معروفة عندنا كاملين. عندي هنايا واحد 140 غرام ديال الزبدة، واحد المعلقة ديال السكر ثقيل، وواحد الخمسة ديال القطع ديال الفرماج المثلث، ساشي وحده ديال الفاني، وغادي نحتاجو واحد 8 غرام ديال الخميره الكيماويه حتى من بعد نزيدوها دابا. واخا تهرق ليا منها شويه معليش. غادي نخلط هذا الخليط، غادي نمزج هذا الخليط مزيان. غادي نكمل انني تنمزج هذا الخليط حتى يولي بحال واحد البوماده. هاد الزبده هادي والفرماج يندمجوا على شكل البوماد. عاد نبداو نزيدو الدقيق ديالنا. ندير واحد قبصه ملح، نسيتها، ها هي قبصه ملح، يدن، ها هي رجعت بحال البوماده، رجعت بحال الكريم. دابا غنبقاو نزيدو الدقيق حتى نجمعوها. ها هي دابا تنزيد الدقيق كيف شفتوا. المهم هكا دابا هي تجمعات. هذا هو القياس اللي غنحتاجو، هو هذا، قسمها على 3. وغادي نديرها على شكل طيبات بحال هكا. غادي نقطبها، نتوما غتشوفوا معايا. غادي نقطبها بحال هكا. كذلك على هذا الشكل هذا. دابا غنبداو نقطعوها ونحطوها في اللاطه باش ندخلوها للفران. دابا من بعد ما طابت نديرو سكر كلاصي، نفرشو لها سكر كلاصي بحال هكا. لما حطها سخونه نحطها في السكر.
ها هي الحليوه ديالنا وجدات بكل بساطه. هذه بالنسبه للناس اللي ما تيعرفوش يوجدوا هذه الحليوه، سهله مهله، ما تاخذش الوقت، ما فيهاش مكونات بزاف وتجي لذيذه. اذا هذه خليتها يعني حتى بردات داك الحلوه ديالي، ودابا غادي نجمعها. غادي نجمعها في العلبه. ها هي انا عندي هاد العلب هادو فيهم تنجمع الحلويات اللي تنصوب. كنت خديتهم من ايكيا، تنغلفهم بالورق بحال هكا وتنجمع فيهم الحلويات ديالي كيف غادي تشوفوا معايا دابا. هانتوما شفتوا، ها هي حقكم في الجنه، ما تعكزوش على روسكم. هانتوما اذا هكا ها هي البواطه ديالتنا ما شاء الله حتى تشهي ياك. اذا ها هي الحليوه ديالي وجدات. انا قدمتها بهذا الشكل، اولا صورت لكم الفينال بهذا الشكل. حليوه مغربيه معروفه عند جميع المغاربه. نتمنى انكم تشاهدوا الفيديو حتى الاخير، حتى لهذه اللحظه. جميع الاصدقاء والاخوان والاخوات اللي تتابعوني من نهار بديت هاد القناه، ممنونه لكم من القلب. نتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب والاصحاب والجيران، كاع الناس اللي تعرفوهم. شوفوا بارطاجيو الفيديو عافاكم مع جميع الناس اللي تعرفوهم. دعموني حتى نستمر في تقديم مزيد من الوصفات، وان شاء الله ما تبخلوش عليا بالاقتراحات ديالكم في التعاليق، وناخذها بعين الاعتبار ان شاء الله. حتى الوصفه اخرى تنقول لكم الى اللقاء، مع السلامه، في امان الله. فاش